مشكله عنده واحده ان هي متجوزه جواز صالونات، مخلفه بنوته، جوزها مش مقصر في طلبات البيت بس مقصر معاها هي شخصيا، مش بيهتم بيها، حياتها بقت عباره عن روتين ومش عارفه تعمل ايه، مع انها طلبت الاهتمام منه اكتر من مره واتكلمت معاه ومفيش نتيجه خالص. وللاسف في زمايل ليها بيحاولوا يستميلوا ويهتموا بيها ولانها محترمه لا تستجيب وهي رافضه، بس هي ابتدت تخاف من اللي جاي من اهمال الزوج وتودد الاصدقاء. طب انا هقول القصه دي للرجاله اكتر ما هقولها لها هي. الست مهما كانت مخلوق مختلف عننا، الناحيه الشعوريه والمشاعر والحاجات دي مهما كانت احنا كرجاله بنشوف ان هي حاجه دون الفكر بتاعنا والذي منه، لكن بجد دي اشياء مهمه جدا عند الستات، هي تكاد تكون حياتها كلها. لكل راجل راعي الناحيه الشعوريه عند مراتك، واعرف ان انت كمان نصك انثوي ونصك ذكوري، فما تكبتش الحته دي عندك قوي، وافتح قلبك وروح قابل الست بتاعتك في الناحيه العاطفيه اللي عندك. اسمح لنفسك انك يبقى عندك الناحيه العاطفيه دي. الراجل الكامل هو الموزون ما بين النص العاطفي والنص العقلي، فحاول انك تتوازن وتقابل الست في النص العاطفي بتاعك. مش عيب ومش حرام، ده بالعكس ده اتجاهك الى توازنك النفسي. بالنسبه لها هي بقى لو سمحتي محتاجه ان انت تتكلمي معاه وتروحي تقولي له انا عندي احتياجات، الاقي حد بيهتم بيا، انا لما هلاقي حد يهتم بيا هكون افضل. الكلام التواصل معاه هو هيبقى افضل شيء. ولو لم يستجيب، لو ده شيء مهم قوي بالنسبه لك والحياه استحالت، هتوازني انت يعني بنفسك الامور وتتكلي على الله، تاخدي القرار اللي هيبقى مناسب ليك. يمكن لو لقى ان انت يعني خلاص هتمشي وده شيء مهم قوي بالنسبه لك، يمكن ساعتها اصلا يستجيب، الله اعلم، ما اعرفش.